اقول لكم كده انديه اوروبا بتعمل ايه مع اللعيبه اللي زي وسام ابو علي. اللاعب الفلسطيني وسام ابو علي متصدر العناوين في الاهلي، ولكن ده مش عشان هدف او بطوله، ولكن علشان حاله التمرد اللي عاملها في الفريق. اللاعب طبعا زي ما احنا عارفين ان هو عايز يمشي من الاهلي، ورغم كده ان الاهلي كان واضح جدا وقال ان هو مش هيبيع وسام ابو علي الا بمبلغ معين، الا وهو ان هو يتخطى ال 10 مليون يورو. ورغبه رحيل وسام ابو علي من الاهلي كان بيقابلها عروض خليجيه وكمان امريكيه، ولكن العرض كان دايما اقل من اللي الاهلي طلبه. فاداره الاهلي كانت حاسمه الموضوع وخرجت وقالت صراحه ان اللاعب مستمر مع الفريق. طيب في اوروبا بيعملوا ايه مع الحالات اللي زي دي؟ خليني احكي لك. كوتينيو في 2017 ادعى الاصابه وغاب عن تدريبات فريق ليفربول، لان وقتها برشلونه كانت بتضغط على اللاعب جدا ان هو يروح البارسا، لكن ليفربول صمم على شروطه. في النهايه باع اللاعب ب 135 مليون يورو. نفس الموضوع اتكرر مع عثمان ديمبلي في دورتموند لما رفض التدريب خالص مع الفريق، وبعد ايقاف داخلي في دورتموند اتباع بنفس الرقم تقريبا لبرشلونه. حتى هاري كين جه عليه وقت ورفض التدريب مع توتنهام علشان كان يروح مانشستر سيتي، لكن توتنهام ما وافقش واللاعب اضطر ان هو يعتذر الى اداره السيتي، واستمر معاهم في توتنهام لمده سنتين وفي الاخر راح لبايرن ميونخ. وهنا طالما ان لسه في عقد بيربط اللاعب بالنادي، اذا المصلحه العامه هي الاهم من المصلحه الفرديه. فهنا الاهلي قدام نفس التحدي تقريبا. فاكتبوا لي بقى رايكم في الكومنت، ايه رايكم في اللي بيعمله وسام ابو علي مع الاهلي، وما تنساش كمان تعمل لي فولو. بس كده ودي.